الست العذراء دي جميلة قوي، يا ريت كلنا نحبها ونقرب منها مهما كنا. دي أم ربنا، مش أي أم، دي أم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح حبيب قلوبنا كلنا. هقول لكم على حكاية غريبة قوي حصلت هنا في مصر في أيام الدولة الطولونية. يعني عهد الدولة الطولونية كانت مش كبيرة قوي، من 870 ل 905 ميلادية، يعني كله all in all 250 سنة ولا حاجة. بس ايه، كانت أحسن عصور الإسلام اللي جه عندنا في مصر، يعني فعلا كانت رائعة. لكن نشكر يسوع احنا دلوقتي آخر حلاوة. تعالوا أقول لكم بقى على اللي حصل مع أحمد بن طولون نفسه. والي كان صعب صعوبة مش معقولة، كان أسرع واحد في استخدام السيف، وبيقول المؤرخين إن هو لوحده قتل حوالي 18,000 واحد في سنين ولايته. حصل بقى في بداية حكم الدولة الطولونية دي، حصل إيه؟ الحاكم ابن طولون ده أحمد بن طولون قرر إنه ينهب الأديرة والكنائس كلها، فراح هو ورجالته من دير لدير عمالين ينهبوها. فراحوا في دير وأسروا الرهبان اللي فيها، وأسروا الرئيس معاهم راجل كبير، وبهدلوهم وقعدوا نهبوا الدير وكده. فالرئيس الدير وهم بيجروه بره الكنيسة بص للعذراء، الأيقونة العذراء، وقال لها انقذينا يا أم النور. فأحمد بن طولون سمع كده وقعد يضحك وقال له هي دي اللي هتنقذك، وراح مطلع السيف وراح ضرب أيقونة العذراء بسيفه. فلقى العذراء راحت طلعت من الصورة وخدت السيف وحطته له تاني في غمده، العذراء بنفسها. هو شاف وما أذتهوش، هو شاف الحكاية دي انعقد لسانه من الدهشة، ووقف كده شوية هو وجنوده مش عارفين يتحركوا، وبعدين قرر انه ما يعملش كده خالص، ولا ينهب الأديرة ولا الكنايس ولا يجي ناحيتهم خالص، وراح واخد العساكر بتوعه ومشي وساب الرهبان وساب الرئيس الدير، واتغير خالص أحمد بن طولون تجاه الأقباط بعد الحادثة دي. لو تفتكروا أحمد بن طولون ده في أول حياته كان هيهد كل الأديرة والكنايس برضو، وبعدين واحد اسمه سعيد بن كاتب الفراغاني مهندس قبطي قال له ما تهدش عشان خاطر الأعمدة، أنا هبني لك جامع بدون أعمدة. ولغاية النهاردة جامع أحمد بن طولون اللي بناه المهندس القبطي تحفة معمارية بدون أعمدة خالص. واو، لغاية النهاردة الناس بتيجي من كل الدنيا